يبدأ يجاوب عليا اهو. Good morning. How can I assist you with your reservation or any issues you may be experiencing with your rental car? You have no idea who I am. I apologize for the oversight. May I have your reservation number or name to pull up your information? طبعا لو ترجمناها كده، لو دوسنا هنا علامة الترجمة، اعتذر عن الإهمال، هل يمكنني الحصول على رقم الحجز الخاص بك أو اسمك لاستعراض معلوماتك؟ Nice to meet you, Mohammed Mahmoud. Where do you come from? Nice to meet you too. I'm from Egypt. هروح رافع له الصوت. That's wonderful. So, you're from Egypt. What do you do? If you work, can you tell me your company and job title? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك تخيلت قبل كده انك تمارس اللغة الانجليزية بالذكاء الاصطناعي عشان تحسن اللغة بتاعتك كده وتطورها؟ هو في الحقيقة انا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو قبل كده، لان احنا كنا عملنا بلاي ليست على القناة بتاعتنا بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي وازاي تستخدمه في شغلك. شرحت في البلاي ليست دي ازاي تستخدم شات جي بي تي، وازاي تعمل رقم امريكي وتستقبل الرسالة اللي بتجي لك من شات جي بي تي على الرقم الامريكي اللي انت بتعمله. كان حوارات كده كبيرة وكده وحوارات كده، لكن كان ساعتها شات جي بي تي مش كان متاح في مصر، لكن حاليا متاح في مصر وتقدر انت تستخدمه وتسجل فيه برقم تليفونك عادي من غير بقى في بي ان والحوارات اللي كنا بنعملها دي. شرحت ازاي تستخدم شات جي بي تي على الواتساب بتاعك، وكنت الاول واحد شرح الموضوع ده على يوتيوب بالكامل، والحمد لله يعني وصل ريتش عالي عن الفيديوهات التانية. هو في فيديوهات تانية وصلت 26,000 وفيديوهات وصلت 15,000، لكن هو اعتقد وصل 4000 ونص حاجه زي كده، بس الحمد لله يعني. وشرحت ازاي تستخدم شات جي بي تي على التليجرام بتاعك وبينج وجوجل بورد ومواقع تانية كتير جدا بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. وكمان جبت لك موقع بيشتغل او بيجمع لك جميع ادوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، وكان موقع جميل جدا. ومبسوط فيه، يعني مبسوط ان انا شرحت الموقع دوت، لانه موقع جميل جدا. وانصح اي حد يعني عايز يلم الدنيا بادوات الذكاء الاصطناعي، الموقع ده مجاني بيتيح لك جميع ادوات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد ومحترم جدا، سواء بقى شات جي بي تي 3.5 او 4 او بينج او جوجل بورد او ميد جيرني وغيره كتير. في مواقع تانية كتير جدا بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، هو بيجمعها لك في مكان واحد. بس انا عايز اسلط الضوء على فيديو معين انا نشرته على البلاي ليست ديت، عشان بحيث اربطه بالموضوع الفيديو ده. في فيديو معين نشرته على البلاي ليست دي كان بيتكلم عن تطبيق ريبليكا، وقلت ان هو بيتصل عليك عشان يطمن على حضرتك، وقلت ان في تليفونات او بعض التليفونات فيها خاصيه الاي ار، ان هي مثلا تطبيق ريبليكا بيساعدك ان انت تبني شخصيه من الالف للياء، والشخصيه دي بتتكلم معاك نيتيف، بتتكلم معاك انجليزي، انت بتتكلم معاها وهي بتتكلم معاك. وقلت ان تقدر بالخاصيه الاي ار الموجوده في بعض التليفونات، مش كل التليفونات، تقدر تنزل الشخصيه اللي انت صنعتها بنفسك دي على المكتب بتاعك او على اللابتوب بتاعك بس. فانت تبص كده في التليفون من كاميرا التليفون فتلاقي الشخصيه نزلت على المكتب بتاعك او على اللابتوب بتاعك، لكن هي في الحقيقه مش موجوده. انت بس بتبص في التليفون تلاقيها موجوده، لكن في الحقيقه مش موجوده. الموضوع ممكن يبان لك خيال علمي او حاجه زي كده، لكن هو في الحقيقه يعني حقيقي، يعني مش اي كلام، لا هو حقيقي. بس في ناس، بعض الناس او مش كانت حابه الموضوع دوت لانه مدفوع بقى والحوار ده. فانا جايب لك النهارده حاجه من العيار التقيل، ايوه زي ما سمعت كده، حاجه من العيار التقيل، هتمارس اللغه بردك ومجاني، وكمان من مصدر معتمد جدا وهو كامبلي. الفتره اللي فاتت كان في عروض كتيره جدا بمناسبه البلاك فرايداي، واتبعتت لي بيانات كتيره جدا عن العروض ديت، وكانت من اهمها كامبلي. كانت بتقول لي ان في خصم 60% على الباكج السنويه كلها. فقلت يا دي محمد تعالى ندخل كده ونشوف الاسعار وايه الحوار كده، عشان احنا بقالنا كتير مش دخلنا كامبلي ده. فانا دخلت ولقيت الاسعار غاليه برضك. وبص انا عارف ان كامبلي طول عمره غالي وهيضل طول عمره غالي، وداخل ومتيقن جدا ان الاسعار هتبقى غاليه بالرغم من الخصم 60% اللي معمول دوت. فدخلت شفت السعر ومشيت تاني. المفاجاه بقى ان انا وانا بقلب في كامبلي فلقيت في خاصيه كده اول مره اشوفها، فهي خاصيه بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. وانا بقلب كده فقلت شفت الخاصيه دي وقلت استحاله انا متاكد تماما قبل ما ادخل عليها انها استحاله، لو هي بتشتغل بالذكاء الصناعي استحاله تبقى مجانيه، استحاله. فدخلت وبدات ان انا ابعت واسجل صوت ويبعت ويترجم الصوت اللي بكتبه وهو يفهمني ويكلمني. حوار كبير كده زي شات جي تي بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص، الا ان انت بتتكلم بس صوت وهو يبعت لك صوت ويترجم الكلام اللي انت بتقوله. حوار كبير يعني، وتدخل فيه مع كلام، حوار كبير جدا يعني. فكان الموضوع ممتع بالنسبه لي. فانا قبل ما اخش اشرح الموضوع عايزك يعني تستغل الموضوع ده، لان انا متاكد 1,000,000% ان الخاصيه دي استحاله انها مجانيه.
اكيد هيجي لها يوم وتبقى مدفوعه، لانها خاصيه مميزه جدا ويستحيل ان تدفع لها فلوس. فانا لما استغربت جدا لما لقيتها مجانيه مش مدفوعه، مش هدفع فلوس. فالحوار كان جامد الصراحه يعني. فاستغل الموضوع ده، لان بعد كده انا متاكد يعني هتلاقي ان الخاصيه دي مدفوعه مش مجانيه. فيلا بينا ندخل بقى على الشرح العملي عشان نتعرف على الموضوع ونشوف الحوار. طب احنا كده متواجدين على كامبلي، اللينك ده هسيبه لك في الديسكربشن تحت لو حبيت انت تدخل عليه. اول حاجه ده الموقع بتاع كامبلي طبعا. دي الباقه الشامله طبعا زي ما قلت لك، اللي كامبلي طول عمره غالي فبالتالي اسعاره غاليه جدا. دي الباقه الشامله ب 1112 جنيه، والباقه الكامبلي جروب ب 497 جنيه. طبعا انت بتدخل وتحط الكوبون الخصم، الكوبون الخصم بتاع البلاك فرايداي، وبتاخد خصم حوالي 10% او خصم 60%، لكن بتاخد خصم 60% برضك بيبقى له غالي، لان كابلي طول عمره غالي وهو اكتر بلاتفورم او اكتر منصه غاليه. في منصه زي اي توك كده بس مش غاليه زي كابلي، لكن جودتها مش زي كابلي. تمام. اول حاجه احنا كده موجودين على الموقع، هنعمل اول حاجه اسمها تسجيل دخول، عشان مسجل قبل كده على الموقع. انت اول مره تدخل على الموقع هتضغط على تسجيل، وبعد كده تختار الايميل بتاعك، تشوف هتختار ايه وتجاوب على الاسئله اللي هتتسالك، وهتعمل يكون معاك الايميل بتاعك او عملت كده حساب على كامبلي. بس انا عشان عندي حساب قبل كده فهعمل تسجيل دخول وهسجل بالاكونت بتاعي. تمام كده انا كده سجلت بالاكونت بتاعي. فزي ما قلت لك هي دي الخاصيه اللي موجوده في كامبلي، دروس كامبلي المصغره، ابدا محادثه مع كامبلي اي اي. هنضغط عليها كده هيبدا نبعت لك رساله في الاول. Hello. Today, we will be role-playing a call to Cambly Rental Car to discuss a problem with your reservation or rental car. I will be the car rental agent, and you will be the customer. How may I assist you today? Good morning. Welcome to Cambly Rental Car. How can I assist you today with your reservation or any issues you may be experiencing with your rental car? طيب دي الرسالة اللي هي الرسالة الترحيبية. أول ما تفتح كامبلي اي اي بتيجي لك بتسجل ازاي. أول حاجة لو انت هتشتغل على الكمبيوتر فانت بتحتاج مايك تسجل بيه أو تربطه بالكيسة عشان تقدر ترفع صوت. طب انت مش معاك كمبيوتر أو مش معاك مايك تسجل صوت، فالتليفون عادي افتح التليفون وادخل على كامبلي اي اي بتسجل بالمايك بتاع التليفون هيشتغل معاك. فأنا هضغط على علامة المايك ديت هاي، وبعد كده أقفل. بص هو الكلام اللي انا كتبته راح ترجمه هنا، بس احنا لا هنعمل هاي. كتبت هاي اهو زي ما انت شايف، وبعد كده اروح دايس ارسال يبدأ يجاوب عليا اهو. Good morning. How can I assist you with your reservation or any issues you may be experiencing with your rental car? You have no idea who I am. I apologize for the oversight. May I have your reservation number or name to pull up your information? طبعا لو ترجمناها كده، لو دوسنا هنا علامة الترجمة، اعتذر عن الإهمال، هل يمكنني الحصول على رقم الحجز الخاص بك أو اسمك لاستعراض معلوماتك. لو ترجمنا اللي فوق كده من هنا، صباح الخير، كيف يمكن مساعدك فيما يتعلق بحيزك أو أي مشكلة قد تواجهك مع سيارتك المستأجرة. هو باين بخربط حاجة زي كده. تعال نسأل كده جملة تانية. What are you doing tonight؟ زي ما انت شايف اهو what are you doing tonight. هذا إرسال أو ماذا هتفعل أنت الليلة، هتعمل إيه النهاردة. لو As a car rental agent at Cambly Rental Car, my primary focus is to assist customers with their reservations and rental car issues. How can I assist you with your reservation or rental car problem? لو ترجمناها كده، تركيزي الأساسي هو مساعدة العملاء في حجوزاتهم ومشاكل تأجير السيارات. كيف يمكنني مساعدتك في حجز أو مشكلة تأجير السيارة. أنا فهمت كده. هو احنا ليه احنا داخلين على دردشة لعب الأدوار، مشاكل في سيارتك المستأجرة. فدي كلها مناقشات، انت بتختار المناقشة اللي انت عايز تتكلم عنها. يعني مثلا هو عمالة كل ما بعت له سؤال فانا مش فاهم السؤال هو بيتكلم عن السيارات ليه. اتاري ان احنا فاتحين دردشة لعب الأدوار، مشاكل في سيارتك المستأجرة، عشان كده بيتكلم عن السيارة وكده. فانت ممكن تدخل اي دردشة تانية لو دخلنا مثلا قدم نفسك مثلا يعني. Hello. My name is Cam and I'm here to help you learn how to introduce yourself in English. Let's get started. What's your name? لو بدأنا كده اللي عايز اسمي، فأنا هقول مثلا My name is محمد محمود. زي ما انتوا شايفين اهو كتب لي My name is محمد محمود. هروح رفع له Nice to meet you, Mohammed Mahmoud. Where do you come from? Nice to meet you too. I'm from Egypt. هروح رفع له الصوت. That's wonderful.
So, you're from Egypt. What do you do? If you work, can you tell me your company and job title? هذا ذلك رائع. إذا أنت من مصر ماذا تعمل؟ إذا كنت تعمل هل يمكنك أن تخبرنا عن شركتك ومسمى وظيفتك؟ بتبدأ بقى تخش معاه في الحوار. Yes, I work as a programmer at an IT company in Cairo. بص هنا بدل ما أنت تقول فهو بيقول لك ممكن بيساعدك في الحوار، بيقول لك إيه، ممكن أنت تقول yes I work as a programmer and IT company in Cairo. من الخيار ده بيعمل لك إيه، إن أنت مثلا كيف أقول، قال لك اكتب بلغتك أو أفضل محاولة لديك بالإنجليزية وسنقوم بتحويل ما كتبته إلى اللغة الإنجليزية واضحة. وبعد كده بتكتب ويروح إيه تبعت نفس الحوار. بس على الله بس يكون الأصوات أو الأصوات اللي انتوا سمعتوها ديت مش عليها حقوق طبع ونشر، عشان هتعمل معايا مشكلة في المونتاج أو مشكلة في اليوتيوب بالكامل يعني. تمام. بس طبعا دي كلها محادثات، تختار انت المحادثة أو النقاش اللي انت عايز تدخل فيه. او مثلا ممكن تفتح دردشه مع كامبلي اي اي من هنا كده. Sure, I'm here to help. What would you like to talk about today? هنا بقى انت فتحت الدردشه بتاعت كامبلي اي اي، تتكلم بقى مش في اي حوار انت عايزه. طالما اما لو في حوار انت عايز تتكلم فيه عندك الحوارات دي. اما عايز تتكلم في اي حوار بقى عندك افتح الدردشه مع كامبلي اي اي. وكمان المميزات او عيوب الكامبلي ديت مش زي شات جي بي تي او بينج او جوجل بارد. كل المواقع بالشات جي بي تي كانت كل دردشه انت بتسجلها او كل دردشه انت كنت بتعملها كانت بتتسجل في الموقع على الحساب بتاعك. هنا مشكلتها ما بتسجلش، يعني هي مثلا يدوبك بتتكلم، لو خرجت من الموقع ودخلت تاني هتلاقي الدردشه اللي انت كنت بتتكلم فيها اتمسحت، مش عدد موجود. فدي العيوب بتاعت الكامبلي اي اي. احنا كده اتعرفنا ازاي نمارس الذكاء الصناعي عن طريق كامبلي، مصدر معتمد جدا ومعروف وكل الناس يعني معظمها عارفاه لان هو موقع شهير جدا. وان شاء الله الفيديو دوت هينزل في البلاي ليست بتاعت الذكاء الاصطناعي، احنا مؤخرين فيها بس يعني اي حاجه تقابلنا دلوقتي او اي حاجه تقابلنا في المستقبل ان شاء الله هننزلها عن البلاي ليست بتاعت الذكاء الاصطناعي. فانصحك لو انت ما شفتش البلاي ليست بتاعت الذكاء الاصطناعي شوفها لانها مهمه جدا، هتتعلم فيها حاجات كتيره جدا وهتفيدك كتير جدا. بس كده اتمنى انكم استفدتوا في الفيديو ده ولو بمعلومه واحده. سلام.